يعود لصالح فريق شبيبة بجاية. شكرا على تصحيح المعلومة ولي. لا عفوا زميلي طارق بوفليح. دائما الكرة لصالح فريق اتحاد البوليدة وبالعيد الهادي. اللعبة إلى هواري يوسف سريعة. هواري يوسف البحث عن التوزيعة ورأسية عبد عز الدين، ولكن الكرة تمر سلامات على مرمى الحارس مداح عمر نجيب. هو الشيء الملاحظ انه فريق اتحاد البوليدة طريقته نوعا ما غيرها، لانه اصبح الان يلعب كرات طاوله مباشره، ونعرفوا انه الملعب براكني لعب صغير، يعني ما يساعدش اللاعبين الفريق اللي يلعب بالكرات الطويله. ابو عافيه والتسديده، سلام يا سلام على اول هدف في المباراه من ابو عافيه. رائعه كانت هذه الكره والتسديده والهدف رائع ورائع جدا. اختار الزاويه المناسبه ومرر وسدد كره اصطدمت بالعارضه ودخلت في شباك مرمى مزيان الياس. صراحه هدف على عكس مجريات هذه المباراه. تضيع تتلقى بوعافيه لا يسامح ولا يفوت اول فرصه بالنسبه لفريق اهلي برج بوعريج. الافضليه في 11 دقيقه الاولى تعود للاهلي، وهذه يعني لما تضيع كرات في الامام تخلي انه المدافعين حتى هما يتقدموا، يعني يزيدوا يطمعوا اكثر. لما يزيدوا يطمعوا اكثر بطبيعه الحال يخليوا فراغات، وشفنا كره مثل هذه انه ولا واحد يعني ما كانش التغطيه، وحتى اللاعب انا نظن حتى اللاعب ما كانش ينتظر ان الكره تروح في مكانها، يعني تقيس في القائم وتدخل. حارس المرمى نفس الشيء، يعني المسافه البعيده خلاته انه ما يركزش اكثر بالنسبه للاعب اللي كان راح يسدد. صراحه هدف رائع في العشر دقائق الاولى بالنسبه لفريق اهلي برج بوعريج. التسديده كانت رائعه جدا ورب جمال في محاولة تعديل نط الحارس مداح عمر نجيب. هذه إعادة اللقطة بالنسبة للهدف. حتى التسديدة رائعة جدا بالنسبة لبوعافية هشام، ولكنها ضربها بخارج بطن القدم. لا ضربها يعني مباشرة، يعني ما حاولش أنه يفلسف. شوف يعني ما قام ولا شيء بخارج بداخل القدم، لا بداخل القدم خلاتها أن الكرة تروح يعني في الإطار، على غرار هجوم اتحاد البوليدة اللي كل كراته كانت خارج الاطار. فريق عكس مجريات اللقاء ولي. هدف صراحه قلب موازين هذه المباراه في شوطها الاول، ودائما كره صالح فريق اهلي برج بوعريش.